يقول فضيلة الشيخ في بعض التسجيلات تباع أشرطة إسلامية للأناشيد لكنها مصحوبة بالدفوف والطبول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصحوبة بها. أما إذا كانت خالية من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة هل هو سليم أو غير سليم. الشيلات الحماسية المصحوبة بالإيقاعات القريبة من الموسيقى، وإذا سألنا عنها قالوا إنها مجرد أصوات، فما حكم ذلك أحسن الله إليكم؟ لا تجوز الأغاني على أي شكل كانت. حديث الشيلات هذه، والله هذه الشيلات خطيرة. شوف، إذا شابهت الأغاني والمؤثرات مثل الموسيقى، الخلفيات مثل الموسيقى، حرام تأخذ حكم الموسيقى. والآن في الواتساب حطوا شيلات، في الاستراحات شيلات، شباب ويرقصون على الشيلات، خلاص صار غنى ورقص وملاهي وقسي القلب، تقسي القلب. الشيطان يريد أن يوقع بينكم عداوة ويصدكم عن ذكر الله، وهذه والله تصد عن ذكر الله. يصير واحد سكران طربان بهذه الأشياء، وين هذه؟ تقسي القلب. ما عادت صارت أناشيد بريئة، لا، ما هي أناشيد بريئة بمؤثراتها، ما هي أناشيد بريئة. نسأل الله السلام والعافية. أرى أنه هذه المعازف، هذه الإيقاعات التي تشبه الموسيقى هي في الحقيقة في حكم الموسيقى، كونها يعني تصدر عن عود أو كونها تصدر عن آلة كمبيوترية يتحكم فيها بالصوت وارتفاع وانخفاض، وهذا لا يؤثر. العبرة بالحاصل والناتج النهائي. الناتج النهائي تشابه بين الأمرين، فبالتالي ينبغي للمنشدين اجتنابها وللمستمعين أن يتوقعوها. المؤثرات البشرية التي تشابه الموسيقى نسمى الإيقاعات. نعم، لكنها كلها بالأصوات البشرية يعني. أيا كانت ما تسمى بالإيقاعات التي تشابه ضربات الموسيقى، سواء كان العزف مثلا بالآلة أو نحو ذلك، أو كان ذلك أيضا بالفم، وكان ذلك أيضا عن طريق التقنية. فيوجد مثلا برامج حاسوبية مثلا شابه الآلات الموسيقية. نقول ما شابه الباطل فهو باطل. والشريعة جاءت مثلا بالنهي مثلا على سبيل المثال عن المسكر، والمسكر في الأصل في ذلك أنه يكون من الخمر والزبيب، ولكن قد يكون مثلا مسكر في غيره مثل المسكرات الحديثة. إذا اجتمعت العلة في ذلك وهو سكر العقل فوجد هذا. إذا شابهت كذلك أيضا الإيقاعات الموسيقى بضرباتها فإن حينئذ موسيقى، سواء كانت خرجت بآلة إلكترونية أو كان آلة بآلة مثلا من العود أو مثلا من الطبل أو نحو ذلك، نقول المؤدى في ذلك واحد. هناك من الناس من يتشبه مثلا بأمثال هذه الضربات بصوته، أوتي مثلا صوتا أو قدرة مثلا على التمثيل أو شيء من هذا فيشابهها فكأنها هي، فهل ذلك يكون من المحرمات؟ نعم، نقول هذا الأصل له محرم. لماذا؟ لأنه ما شابه الباطل فهو باطل. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وهذه قاعدة. فكل ما أدى إلى العلة التي نهى الشارع عنها فإنه ينهى عن ذلك.